السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير دايما وفي احسن حال. وده عشان لو انت بائس ومحدش بيسأل عليك تفتكر دايما ان دكتور بيست بيسأل عليك. انا والعياذ بالله من كلمة انا دكتور مصطفى فرحان، ودي قناة المتواضع. في الحقيقة هي مش قناة انا لوحدي، هي قناتنا كلنا، انا وانت وبابا وماما وكل الناس دي. وده لان القناة دي اتعملت مخصوص علشانك انت. انا ما تستغربش، علشانك انت. القناة دي اتعملت عشان تحتويك طبيا، مش بس كده، دي كمان هتدعمك نفسيا. وده لان من خلال القناة دي هقدم لك معلومات حلوة وبسمسم بطريقة سهلة وبسيطة كل الناس تقدر تفهمها. وخد عندك بقى معلومات عن طبيعة جسمك، بيتكون من ايه وبيشتغل ازاي عشان تقدر تكون فاهم جسمك وتتعامل معاه بشكل صحيح. معلومات عن الامراض المختلفة، اعراض كل مرض والاسباب بتاعته وازاي تتجنبها، والتصرف الصحيح لو لا قدر الله اتصبت باي مرض من الامراض دي، حالات الطوارئ المختلفه وازاي تتعامل معاها لو كنت شخص مؤهل للتعامل، وايه اللي تعمله لو انت شخص غير مؤهل واتحطيت في موقف من المواقف دي. نصايح طبيه تانيه مختلفه، ازاي تهتم بصحتك وتحافظ عليها بعيد تماما عن الشائعات المنتشره في كل مكان. قصص وحكايات عن مواقف واشخاص من ازمنه مختلفه بمعلومات كتيره هتغير نظرتك تماما لحاجات كتيره من حواليك. كل ده واكتر هنقدمه مع بعض هنا على القناه. اما بقى الناس اللي بتدور على حاجات زي العلاج النهائي للخشونه بسم النحل وشويه زيت زيتون او استئصال الزايده في المنزل بدون طبيب، فالحاجات دي مكانها مش هنا للاسف، لان دي اسرار طبيه خطيره الدكاتره نفسهم لسه ما وصلولهاش. في النهاية وجب التنبيه يا صديقي إن القناة دي لن تغنيك بأي شكل من الأشكال عن دور الطبيب المتخصص في حياتك، وده لأن الشخص الوحيد اللي له الحق إنه يقوم بتشخيصك وكتابة علاج مناسب ليك هو الطبيب المتخصص. بمعنى آخر القناة دي قناة تعليمية ترفيهية وليست علاجية. مش هطول بقى عليك أكتر من كده، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجاية وتستفيد من المعلومات اللي هنقدمها مع بعض. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.